أهلا بيكم مرة تانية في استكشافنا العميق. النهاردة هنغوص في كتاب مهم وممتع جدا، The Modern Herbal Dispensary. أهلا بيكي. فعلا الكتاب ده يعتبر كنز. هو دليل عملي كده بيجمع بين حكمة زمان والعلم الحديث في تحضير واستخدام الأعشاب. بالظبط. هدفنا النهاردة إننا نطلع بأفكار عملية واضحة نفهم بيها الأعشاب أكتر ونعرف نستخدمها إزاي بطرق مختلفة. تمام، والنقطة الأهم اللي بحب أبدأ بيها دايما واللي الكتاب أكد عليها هي إننا نشوف الأعشاب دي كنظام حي، مش مجرد مادة كيميائية وخلاص. دي نقطة مهمة فعلا. وقبل ما نبدأ ضروري ننوه زي ما الكتاب قال، كل الكلام ده للمعلومات العامة وللثقافة. أي استخدام علاجي لازم يبقى تحت إشراف متخصص رعاية صحية. إخلاء المسؤولية ده أساسي. أكيد أكيد، دي مسؤولية كبيرة. طيب يلا بينا نفك الكتاب ده. الفكرة الأساسية اللي لفتت نظري هي النظرة الشاملة للأعشاب. صحيح. يعني مش مجرد دواء مؤقت، لأ، دي جزء من تاريخ طويل ومنظومة صحية أكبر بتشمل أكلنا وبيئتنا كمان. وهي دي القوة الحقيقية للطب العشبي، فكرة الاستدامة كمان. يعني مقارنة بالأدوية الكيماوية اللي ساعات بتبقى غالية جدا ومش دايما مستدامة بيئيا أو حتى صحيا على المدى الطويل. ده حقيقي. ومن أكتر الحاجات اللي الكتاب بتعمق فيها واللي فعلا بتغير طريقة تفكيرنا في الأعشاب هي مفهوم الانرجيتكس، طاقة الأعشاب. طاقة الأعشاب، يعني إيه بالظبط؟ هل ده كلام ليه علاقة بالطاقة الروحية وكده؟ لا خالص، هو تصنيف عملي جدا وملموس. بيقسموا الأعشاب لتأثيرها الفعلي على الجسم. هل هي بتسخن ولا بتبرد، بترطب ولا بتنشف، بتقبض الأنسجة ولا بترخيها. فهمت. زي فكرة الأكل كده، في أكل حار وأكل بارد. بالظبط كده. وفهم الطاقة دي هو اللي بيخلينا نعرف نختار العشبة الصح للحالة الصح. يعني لو حد عنده حالة فيها برودة نديله أعشاب طاقتها دافية عشان توازن، والعكس صحيح. الموضوع كله توازن. دي طريقة تفكير مختلفة خالص عن مجرد العشبة دي بتعالج كذا. الكتاب ذكر أنواع معينة زي البيترز أو الأعشاب المرة. طبعا، ودي ليها دور مهم قوي، سواء اللي فيها الكلويدات أو لا. مجرد الإحساس بطعم المرارة ده في الفن، ده في حد ذاته بينشط الجهاز الهضمي كله، من أول إفراز اللعاب لحد العصارات الهضمة. سبحان الله، وحاجات بسيطة زي دي ممكن تفرق. جدا. وفي كمان الأعشاب الأكرد أو الحريفة اللي طعمها لاذع كده، دي غالبا بتساعد في إرخاء التشنجات، زي ما الكتاب ذكر مثال اللوبيليا. طيب إزاي بنحضر الأعشاب دي عشان نستفيد منها أقصى استفادة؟ الكتاب اتكلم عن طرق تحضير مختلفة. تمام، ودي نقطة أساسية تانية. التحضير بيفرق جدا. طبعا الأعشاب الطازجة ليها قوة خاصة لو متاح، أكيد. لكن في طرق تانية مهمة زي النقيع أو الإنفيوجن. ده زي الشاي اللي بنعمله في البيت، بنصب مياه سخنة على الأجزاء الرقيقة زي الورق والزهور ونسيبها شوية. زي اليانسون والبابونج كده. بالظبط. وفي بقى المغلي أو الديكوكشن، ده للأجزاء الأصلب زي الجذور أو اللحاء، بتحتاج تغلي على النار فترة أطول عشان المواد الفعالة تطلع. يعني مش كله زي بعضه. لا طبعا. وأدينا مثال حلو قوي باليارو أكيليا ميليفوليوم. لو عملناه نقيع ممكن يساعد في حالات الحمى، لكن لو عملناه مغلي ممكن يبقى مفيد أكتر للهضم. تمام. وفي كمان الصبغات أو التينكتشرز اللي بنسمع عنها دي. أيوة، ودي طريقة تانية لاستخلاص أعمق وأقوى للمواد الفعالة. بنستخدم فيها مذيب زي الكحول الطبي أو الجليسرين النباتي أو حتى الخل. كل مذيب له مميزاته وبيستخلص أنواع معينة من المركبات. طيب والزيوت العطرية essential oils دي منتشرة قوي. صحيح، والكتاب حذر من نقطة مهمة بخصوصها. استخدامها الآمن غالبا بيكون عن طريق الشم أو الاستنشاق، أو مخففة جدا جدا على الجلد للاستخدام الموضعي. يعني مش مفروض نبلعها؟ في الغالب لا، إلا تحت إشراف متخصص فاهم جدا جدا. فكرة بلع الزيوت العطرية دي فيها خطورة كبيرة وسوء فهم شائع للأسف. معلومة مهمة دي. طيب نيجي لنقطة تانية شيقة جدا ومثيرة للجدل شوية. العشبة الكاملة ولا المستخلصات المعيارية standardized extracts؟ دي نقطة جوهرية فعلا. المستخلصات دي فكرتها إنهم بيركزوا على مركب واحد أو اتنين، بيعتقدوا إنهم هم المسؤولين عن التأثير العلاجي. زي مثلا خلاصة الجينكو اللي مركزة على مركبات معينة. بالظبط. لكن الكتاب بيطرح سؤال مهم، هل التركيز ده بيفقدنا حاجة اسمها السينرجي أو التآزر، التفاعل الطبيعي بين كل مكونات العشبة الأصلية؟ يعني ممكن تكون العشبة كلها على بعضها كده بكل مكوناتها هي اللي بتدي التأثير الكامل والمتوازن؟ ده اللي كتير من خبراء الأعشاب التقليديين بيؤمنوا بيه، إن العشبة كوحدة متكاملة ليها حكمة وتوازن طبيعي.
التركيز على مركب واحد ممكن يخل بالتوازن ده ويفقدنا جزء من الفايدة أو حتى يزود احتمالية الآثار الجانبية. فالسؤال دايما، هل الأفضل التركيبة الطبيعية المتكاملة ولا المكون المركز بتأثيره المحدد والقوي؟ فعلا سؤال محتاج تفكير. والكتاب برضو بيركز قوي على أهمية الجمع والتحضير الصح من البداية. أكيد. أول حاجة لازم نتأكد 100% من تعريف النبات. عشان كده الاسم اللاتيني مهم، لأن الأسماء الشعبية ممكن تختلف وتعمل لخبطة خطيرة. تمام، وبعدين؟ تيجي بقى فكرة الجمع الأخلاقي المستدام أو الethical wild crafting. يعني مش أي نبتة نشوفها نقطفها وخلاص، لازم نعرف إذا كانت نادرة أو مهددة بالانقراض ولا لأ. وفي منظمات بتساعد في ده؟ الكتاب ذكر منظمة زي United Plant Savers كمثال، ودي بتنشر وعي بالنباتات اللي محتاجة حماية. الفكرة إننا ناخد من الطبيعة باحترام ومن غير ما نستنزفها. ده مهم جدا. وإيه كمان في الجمع؟ نجمع الجزء الصح من النبات، ورق، زهور، جذر، لحاء، في الوقت المناسب ليه في السنة، لأن تركيز المواد الفعالة بيختلف. يعني مثلا اللحاء غالبا بيتجمع في الربيع، والجذور في الخريف بعد ما طاقة النبات تكون نزلت فيها. تفاصيل دقيقة بس بتفرق. جدا. وبعدين طبعا التجفيف والتخزين الصح عشان نحافظ على قوة العشبة لأطول وقت ممكن، بعيد عن الرطوبة والضوء والحرارة. كل دي خطوات أساسية. والكتاب كمان اتكلم عن فن تركيبات الأعشاب، الفورميولاز، مش مجرد عشبة واحدة. أيوة، ودي بقى خبرة وحكمة متراكمة. التركيبة العشبية مش خلطة عشوائية، بيبقى ليها تصميم ذكي. إزاي يعني؟ غالباً بيكون في عشب أساسي أو رئيسي key herb هو اللي بيستهدف المشكلة الرئيسية، ومعاه أعشاب مساعدة أو داعمة supporting herbs بتسنده أو بتعالج جوانب تانية من المشكلة. آه. وممكن نضيف أعشاب موازنة balancing herbs عشان تقلل أي حدة أو آثار جانبية محتملة للعشب الرئيسي. وأحياناً كمان أعشاب محفزة أو موصلة catalyst herbs زي الفلفل أو الزنجبيل، دي بتنشط الدورة الدموية وتساعد التركيبة توصل للمكان اللي محتاجينه أسرع. ياه، الموضوع عامل زي تكوين أوركسترا صغيرة. بالظبط كده. كل عشب له دوره عشان نوصل لأفضل نتيجة متوازنة. الكتاب ذكر مثال زي تركيبة الفاير سايدر كمثال عملي على فكرة تآزر المكونات المختلفة دي. طيب، لو حبينا نلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها النهاردة. أعتقد أهم حاجة إننا نفهم إن الأعشاب دي عالم أعمق بكتير من مجرد بديل طبيعي للدواء. صحيح، هي أكتر من مجرد مواد كيميائية. فهم طاقة العشبة وطريقة تحضيرها الصح والتعامل معاها بوعي واحترام بداية من الجمع لحد الاستخدام، كل ده أساسي عشان نستفيد منها بجد وبأمان. بالظبط. الموضوع محتاج معرفة واحترام للطبيعة وللتراث ده. تماماً. ولو حبينا نبص للصورة الأكبر بقى، يعني كفكرة أخيرة كده نفكر فيها، اتفضل. إزاي ممكن المنهج ده كله بتاع الطب العشبي بتاريخه الطويل ده كله وتركيزه على التوازن والاستدامة والتكامل مع الجسم، إزاي ممكن يثري أو حتى يتحدى فهمنا للصحة والعلاج في عصرنا ده اللي هو بيعتمد أكتر وأكتر على الحلول السريعة المصنعة والمعزولة أحياناً عن السياق الأكبر لصحة الإنسان؟ سؤال مهم فعلا. هل ممكن يحصل تكامل حقيقي وفعال بين حكمة التقاليد دي وبين العلم الحديث؟ أعتقد ده السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. إزاي نقدر نبني جسور أفضل بين الاتنين عشان نوصل لمنظور صحي أشمل وأكثر استدامة لينا ولكل الكوكب؟